من شاب بسيط كل أحلامه الفن والنجومية لنجم عالمي دخل عالم المليارديرات، خطف قلوب الناس في كل بلاد العالم بفن وخفة دم، وقدر يعمل في 30 سنة اللي مفيش ممثل في بوليوود عمله. النهاردة هو بيدخل عالم المليارديرات كأول ممثل هندي على القائمة. بس يا ترى ثروته كام؟ وكون الثروة دي ازاي؟ وهل عمل كل ده بالفن؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. لو فاكر ان شاروخان مجرد نجم وممثل ناجح وشاطر في مجاله، فخليني اقولك النهارده شاروخان اثبت انه اسطوره في عالم بوليوود. مش بس كممثل حفر اسمه في السينما زي ما كلنا متخيلين، لكن كمان دخل في عالم المليارديرات بجداره. تخيل معايا كده راجل بدأ حياته من تحت الصفر، ما كانش معاه حاجه غير حبه وعشقه للفن وحلمه الكبير اللي ما كانش هيقف عند حدود التمثيل وبس، لا ده كمان دايما بيحلم يبني امبراطوريه كبيره. لو بصيت كده على حياته هتلاقيه بدأ مشوار الفن ده من 33 سنة، واشتغل كأي حد بيجرب حظه في أدوار صغيرة، شغل متواصل وشغل تاني كتير عشان يثبت نفسه. ومش بس إنه يبقى نجم عالمي، لكنه كمان قدر يحول حبه للسينما لثروة ضخمة بتتعدى المليارات الدولارات. طب تفتكر إيه سر الثروة دي وجمعها إزاي؟ خليني أقول لك إن سرها مش بس تمثيل ولا شهرة، ده وراه دماغ أعمال وشركة إنتاج اسمها ريد تشيلز انترتينمنت اللي صنعت له فرصة ذهبية. الشركة دي مش بس بتنتج أفلام ناجحة جدا، لكنها كمان متخصصة في المحتوى الرقمي والمؤثرات البصرية وتأجير مواقع التصوير. يعني شاروخان مش بس بيقف على الكاميرا، هو في كل مكان بيصنع فلوس. غير كده دخله متنوع أكتر بكتير، مش بس سينما لكن كمان رياضة وعقارات وإعلانات. فهو صاحب أكبر حصة في فريق كولكاتا نايت رايدز اللي بيشارك في الدوري الهندي الممتاز للكريكت. الفريق ده مش بس مشهور، لكن بيكسب مبالغ ضخمة جدا من الرعايات والتذاكر، وشاروخان من وراه. أما عن العقارات بقى فدي حكاية كده لوحدها. عنده قصر في مومباي قيمته حوالي 24 مليون دولار، وكمان فيلا في لندن، وكمان بيفرلي هيلز في امريكا، وعقارات ضخمه في نيو دلهي. مش بس كده، عربياته لوحدها بتتكلم مثلا في رولز رويس اللي هي بمليون دولار، وبوجاتي فيرون بمليون و400 الف دولار، واسطول بقى عربيات اي حد يقف عنده بيندهش. اللي بيخلي قصه شاروخان مختلفه عن غيره انه مش وقف عند التمثيل بس، هو دايما بيخطط للمستقبل وبيستخدم شهرته كبوابه للاستثمار. يعني هو بيشتغل على كل الجهات عشان يضمن مستقبله ومستقبل اللي حواليه. ثروته السنه دي زادت عن السنه اللي فاتت بشكل كبير، من 870 مليون دولار لاكتر من مليار دولار، وده بيخليه يتصدر قائمه اغنى نجم بوليوود بفرق كبير عن منافسيه. اللي بيخلي بقى الموضوع اكثر اثاره ان المنافسه جامده، بس شاروخان محافظ على مكانته وده مش سهل. ما نقدرش ننسى كمان انه بالرغم من كل النجاح والضغط الكبير كان عنده ارهاق اضطر على اثاره يأجل تصوير فيلمه كينج، لكنه رجع بسرعه اقوى. في الاخر قصه شاروخان بتقول لنا ان النجاح مش بس موهبه، النجاح شغل دماغ وتخطيط واستثمار في النفس. اللي بدأ من لا شيء قدر يحول حلمه لمليارات وهو لسه بيكتب التاريخ. فلو نفسك تعرف سر النجاح خد مثال شاروخان اللي علمنا حبك وشغفك لازم يكونوا البدايه، بس عشان توصل لازم تستثمر وتتعلم وتتحرك بذكاء.